واش عمرك حسيتي بلي الحياة واقفة بحال الوقت كيدوز والناس كيتقدموا وانتي باقية في نفس البلاصة، كتحاولي كدعي كتفكري ولكن ما كاين حتى شي تغيير حقيقي. اليوم في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا بصراحة. يمكن المشكل ماشي في الحظ وماشي في الناس وماشي حتى في الظروف، يمكن المشكل فينا حنا. اول سبب كيخلي حياتك تبقى واقفة وهو التفكير الزائد. كتجلسي تفكري في كل خطوة قبل ما ديريها، واش نقدر، واش الناس غادي يضحكوا عليا، واش غادي ننجح، وكتبقاي غير كتفكري حتى كيدوز الوقت وما درتي والو. التفكير مهم ولكن مني كيولي زايد على حدو كيولي السجن لواحد الحياة اللي كانت غادي تكون زوينة متألقة ناجحة، ولكن انتي قررتي تسدي هاد الحياة بالتفكير فقط. الحياة ما كتحتاجش الكمال، الحياة كتحتاج خطوة. والسبب الثاني اللي كيخلي حياتك واقفة وما كتقدمش وهو الخوف من كلام الناس. كتكون عندك فكرة، حلم، مشروع صغير في بالك، ولكن اول ما كتجي في بالك فكرة شنو غادي يقولوا لي الناس، كتلخبطي وما كتعرفيش منين تبداي. شنو غادي يقولوا عليا، شنو الناس غيكون الموقف ديالهم الى انا درت هاد الحاجه. اللي خاصك تعرفيه هو ان الناس كيهضروا سواء درتي سواء ما درتيش، وانك ترضي الناس. ارضاء الناس غايه لا تدرك. فوقفي من التفكير في الناس وفكري في راسك، وفكري في الاحساس ديالك اللي غادي تحسيه الى حققتي داكشي اللي كتمنيه. دائما الناس ما كتشوفش المحاولات ديالنا وما كيديوش فينا، اللي خاصك تعرفيه هو انك انتي ماشي محور الكون، هذا غير تخوف عندك انتي في عقلك. ربما الناس يقدروا ما كيشوفوش كاع نهائيا هادشي اللي كدير. دائما الناس ما عمرها ما كتشوف المحاولات ديالك، الناس كتشوف كيفاش كتنجحي صافي. داكشي علاش وقفي انك تفكري اشنو كيقولوا الناس وخدمي على اهدافك. ثالث سبب وهذا حتى هو مهم بزاف، وهو انتظار الوقت المناسب. كتقولي منين نرتاح شويه غادي نبدا، منين نحس براسي مزيانه غادي نبدا، منين نكون مستعده 100% غادي نبدا. ولكن خليني نقولك واحد الحقيقه اللي انتي ما عارفاهاش، ما كاين حتى شي وقت مثالي. دائما غادي تكون شي حاجه ناقصه، دائما غادي يكون عندك شي خوف، دائما غادي يكون عندك شي عذر. الناس اللي وصلوا ما كانوش جاهزين من النهار الاول، كانوا غير عندهم الشجاعه الكافيه اللي خلاتهم يبداو. فحاولي تبداي بهذوك الامكانيات اللي عندك بالرغم من البساطه ديالها. باغا ديري محتوى، ما تسنيش تكون عندك كاميرا بروفيسيونيل عاد تبداي. باغا تبداي تبيعي وتشري شي حاجه ديال الطياب مثلا، ما تسنيش يكونوا عندك المعن الاكس مثلا اولا لي ماشين إيكغيك مثلا. بداي بهذاك الشيء اللي عندك. اللي خاصك تعرفي ان الناس اللي ناجحين دابا واللي انتي كتشوفيهم انهم واصلين وعندهم جميع المعدات، راه فاش بداو اكيد ما كانش عندهم هادشي. انتي كتبداي وانتي التطور ديالك تيزيد بشويه. مثلا انا بغيت نصور هذا الفيديو، نورمالمون المحتوى ديالي كيعتمد على الصوت، فما تسنيش حتى يكون عندي ميكرو بروفيسيونيل باش نصور. انا حاليا كنسجل بالهاتف ديالي، مع الوقت غادي نشري ميكرو بروفيسيونيل. فما تبقايش تلقاي لراسك الاعذار. دائما بداي بهذاك الشيء اللي عندك. والدليل اننا كنشوفوا ناس معانا حاليا كنعرفوهم ووصلوا لواحد المستوى واعر من النجاح بالرغم من ان امكانياتهم كانوا بساط بزاف. الا رجعنا اللور وقلنا لك هاد الانسان راه غادي يوصل وغادي تقدري تراهني عليه انه ما غاديش يوصل، حيت بالنسبه لك انتي ما عندوش الامكانيات الكافيه اللي غتخليه ينجح، ولكن هو نجح. ف بليز
بداي بلا ما تبقاي تسناي. الوقت المثالي ما عمره ما غادي يجي. اوكي. السبب الرابع وهو منطقة الراحة يا سيدتي، منطقة الأمان. أكيد غتكوني سمعتي هذا المصطلح في شي فيديو واحد آخر، ولا في شي بوست فيسبوك، ولا شي فيديو في تيك توك، ولكن أنتي ما عارفاش مزيان أشنو المعنى ديالو. منطقة الأمان كتكون مريحة، ما فيهاش مخاطر، ما فيهاش إحراج، ولكن حتى النمو والتطور ديالك ما كيكونش فيها. خاصك تعرفي أن الشجرة إلا ما تعرضاش للريح الجذور ديالها ما كتشدش مزيان في الأرض. أنتي إنسانة حرة، إلا ما خرجتي شوية من الراحة ديالك عمرك ما غادي تعرفي القوة ديالك فين كاينة. العقل ديالنا كسول واحد شوية، ما كيبغيش يدير مجهود، فهو كيحاول أنه يبقى في نفس منطقة الراحة، في نفس منطقة الأمان، حيث بالنسبة ليه كاين واحد الريسك إلا خرج من هذيك المنطقة، فكيبقى دائما واخا انتي باغا تخرجي منها، ولكن هو دائما كيجرك ليها. شنو الحل في هاد الحالة هادي؟ الحل بسيط، ماشي شي حاجة معقدة. خاصك غير تبداي بالخطوة الصغيرة، ما تفكريش في اشنو غادي ديري في هاد العام كامل، لان فوا كتبداي تفكري في اشنو غادي يدوز عليك مثلا في مدة عام، العقل كيبدا يركز على المخاطر وعلى الصعوبات، ماشي بحال الا فكرتي اشنو غندير غدا صافي تديري خطوات غندير هادي. فالعقل كيبان لي هذاك الشيء ماشي صعيب بزاف، وانه واخا غادي ينوض يخدم عليه فما غاديش يخرج من منطقة الراحة بصفة نهائية، فما كيعجزكش بزاف. فما تبقايش تركزي على هدف كبير، ولكن قسميه لأهداف صغيرة، الخطوات اللي غديريهم في نهار مثلا، كل نهار، وهما مع الوقت اكيد غادي يكبروا، واكيد العقل ديالك غادي يخرج من منطقة الراحة بلا ما يحس. مثلا انتي غادي تبداي ديري مثلا باغا تعلمي واحد مهارة معينة، فغادي تبداي هذيك المهارة تاخدي مثلا ساعة مثلا باغا تعلمي الانجليش، غادي تاخدي مثلا نص ساعة في النهار غتخصيها لانك تعلمي الانجليش. عقل ديالك في هذه الحالة ما كتجيش صعيبة، ما كتجيش مخاطرة، ما كتجيش فيها الريسك، فما كيضغطش عليك انك ما ديريهاش. اوكي. مثلا باغا تبداي في واحد المشروع، انا عارفاك الحلم ديالك هو ان مشروعك يكون مشروع كبير ناجح معروف، ولكن الا فكرتي به بقيتي كتفكري فيه بهذه الطريقه هذه، فالعقل ديالك تيشوف المخاطر الصعوبات اللي كاينه في الموضوع. ولكن الا فكرتي مثلا انك غادي تبداي مشروعك بشي حاجه بسيطه، مثلا انتي باغا تبيعي مشروعك بغيتي تركزي فيه لانك تبيعي الملابس، في عوض ما تفكري في ان مثلا مشروع كبير فيه بزاف ديال الفروع، فيه ناس خدامين معاك، فيه اداره، فيه ناس كتعاملي معاهم كتجيب، فالمخ ديالك تيبان ليه داكشي واو كبير وهو ما غاديش يقدر عليه، فكيحاول انه ما يخدمش عليه اصلا. ولكن الا فكرتي انك تبداي بشي حاجه بسيطه، مثلا تجيبي شي شويه الحوايج وتبيعي مع خواتاتك بنات خالتك، تبيعي شويه في تيك توك، فالعقل تيجيه في الاستيعاب ديالو ان هادشي ممكن ديريه، ما فيش مخاطر، فما كيبقاش يعجزك. خاصك تامني باللي ربي ما خلقكش باش غير تبقاي تفكري، ومادام عندك فكره في راسك فاكيد الله هو اللي حط لك هذيك الفكره في راسك، خلقك باش تعيشي هذيك الفكره. كل مره كتاجلي البدايه راك كتاجلي احسن نسخه منك. يمكن تكون دابا كتسمعي ليا وحاسه بشي حاجه تحركات في الداخل ديالك، يمكن حسيتي بلي فعلا انت اللي حبستي راسك بالخوف بالتردد بكلام الناس، وهذا الشيء ماشي عيب، كلنا مرينا منه، ولكن العيب هو نبقاو فيه. من اليوم جربي تبدلي حاجه صغيره، الا كنتي كتخافي بداي خايفه، واخا انت خايفه بداي ما تحبسيش، الا كنتي ما واثقاش بداي، واخا ما تيقاش بلا ثقه كامله بداي. الثقه كتجي مورا الفعل، حاجه ورا حاجه كتبدا تكون، ماشي قبل منه. ما تسنيش تحسي بالحماس، حيت الحماس كيجي ملي كتبداي،
صحيح، حقيقة هذه ما عارفيناش. واخا ما يكونش عندك الحماس بداي، واخا ما فيكش الحماس من بعد غادي يجي الحماس. واخا الطريق ديالك يكون طويل بطيء، المهم ما تكونيش واقفة. قالك خير أن تصل متأخرا على أن لا تصل أبدا. واخا تكون الخطوة ديالك صغيرة، المهم تكون غادة بك القدام. راه الفرق بين شخصية شخص ناجح وشخص بقى في بلاصتو ماشي هو الذكاء، ماشي هو الحظ، هو غير قرار بسيط انه يتحرك. فتحركي. دابا بغيتك ديري حاجه وحده، من تسالي هذا الفيديو ما تمشيش تقلبي على فيديو اخر، جلسي واحد دقيقه مع راسك وسولي راسك شنو هي الحاجه اللي غادي نبدا بها اليوم، وخلي الجواب يكون فعلا ماشي غير في الفكره. الا بغيتي حياتك تبدل خاصك تبداي تبدلي راسك اليوم، ماشي غدا وماشي بعد غدا وماشي السيمانه الجايه. اجمل نسخه منك كتسناك تبداي. الا عجبك الفيديو وحسيتي بهضرتي قاستك، خلي شي كلمه زوينه ودعميني بلايك واشتراك باش نكملوا هاد الرحله مع بعضياتنا، ونشوفك في الفيديو الجاي.